بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم. ان شاء الله النهارده باذن الله هعمل شوية رشتة لأحفادي عايزين رشتة عشان هم اطفال وبيحبوا الرشتة. احنا بنقول عليها مسلوقة، الناس الفلاحين اللي زيي بيقولوا عليها مسلوقة، عليها رشتة او بتقول عليها قدسية، احنا بنقول عليها مسلوقة. حطيت الدنيا اتطورت، زمان ما كناش بنعمل كده، كنا بنحط الحلة ونحط المصفاية ونعملها هنا نخالة نبلطها كده عشان ما تطلعش هوا. الدنيا اتطورت دلوقتي بقى ما شاء الله، حلة سهلة والدنيا حلوة. وها حلة مصفاية تبع الحلة نحطها كده، والمية في الحلة هي ونحطها بس كده ونغطي عليها. بس بإذن الله أنا قلت قبل ما أعجن العجين أوريكم من أول ما بدأنا عشان المية تغلي. بإذن الله هرجع لكم بعد ما أعجن وأوريكم الطريقة. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي، وأنا بعجن العجين. حتة ملح وأنا المية عامل 2 كيلو رشتة اللي احنا بنقول عليها مسلوقة. حتة ملح، 2 كيلو دقيق، اعمل شوية رشتة، ننزل بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. صلي يا حبايبي على النبي كتير قد ما تقدروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى يوم الدين. يصلح حال جميع المسلمين يا رب. أيام كبيرة، كل اللي بيطلب حاجة من ربنا يديها له. اللهم أعط كل سائل سؤل، اللهم أعط كل سائل سؤل، اللهم أعط كل. حبايبي بعد ما عجنا العجين إن شاء الله لما أجي أقطعه هسيبه يرتاح 10 دقايق كده عشان العجينة تتفرد معايا ويبقى حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد ما ارتاحت العجينة. هنقطعهم عشان لما نقطعهم بيرتاحوا، ونسيبهم شوية يرتاحوا نضرب على طول. يا جماعة 10 دقايق 10 دقايق مغطيين كده يقعدوا كده ولا يقشفوا ولا يجيبهم أي حاجة، يبقوا زي الملح. أرجع لكم تاني وأنا بضرب وأعمل الرشة أوريكم. يلا يا حبايبي، اللهم صل على النبي. حلوة هي، الطريقة زي الملبن اهي ما شاء الله عليها. اللهم صل على رسول الله. حاجة حلوة زي الملبن اهي. لما قعدت 10 دقايق لازم في الرشة دي لازم الدقيق ما وصلش دقيق ليه هيتعجن، عشان تطلعيه مفلفس ونطلع من بعض وقعد على طول وحلو كده. لازم تحط دقيق. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واصحابه الى يوم الدين. هيا حبايبي ما شاء الله على الفطيره هي. ادينا هنخرطها نلفها كده على الزمن زي صبع الكرم. صلى على الحبيب. يا حبايبي اهم حاجه زي ما قلت لكم الدقيق يبقى كامل واخد حقه، عشان لو ما كانش الدقيق بيتعجن يبقى عجينه. بس هو اصلا عجين، لو انت ما حطيتلوش دقيق هيعمل ايه؟ يبقى عجين اكتر. صلى على النبي يا جماعه حبايبي، صلى على الحبيب. الدقيق اللي هو بيتحط دي بيخليها تطلع مفلفسة واحدة من الحلة. شوفوا الله أكبر، يعني حاجة حلوة ازاي ورقيقة ما شاء الله عليها. ولازم الدقيق ما حطيناش الدقيق يا بناتي بيبقى بيلزق في الحلة كله يتعجن في بعضيه. يا حبايبي صلى على النبي، لازم ننشف الحلة في الأول عشان المية البخار ما يعجنش
الفطيرة. الفطيرة قدامكم ما شاء الله عليها، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي الرشة اللي أنا كلمتكم عنها اديني بعمل فيها، شوف الله أكبر اها ما شاء الله عليها. شايفين يا حبايبي؟ شايفين يا حبايبي؟ اها هنا هحطهم في على البوتاجاز. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حنايا ادي ازاي ادي الرشة. لازم كل ما نطلع بنحط فترتين نحركهم عشان ما يتعجنوش وما يبقاش نكنكين. شايفين يا جماعة؟ مش حاجة نحط نخلعهم من مكانهم عشان يبقى كله مفلفس ما يبقاش معجن. وبرضه نبص على المية كده، نبص على المية عشان ما تخلصش مننا، فبنحط مية تغلي نزود المية عشان ما يشطش، عشان ما يشطش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجة حلوة يا حبايبي، صلوا على سيدكم النبي، صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. كلهم اخر فطيرة يا حبايبي قاعدة زي الملبن ولا قشفت ولا حاجة عشان الكيس. اوريكم الكيس البلاستيك، الفطيرة مقشفتش، قعدت لاخر فطيرة ولا قشفت ولا طقطقت عشان الكيس البلاستيك اللي انا وريته لكم ان هو بغطيه بيه. بحط نصه في تحتيه من تحت والنص التاني بغطي بيه. اي فطير تحطيه في الكيس البلاستيك تغطيه بيه الكيس البلاستيك زي ما هو ان شاء الله، ولا يقشف ولا يطقطق. وكل سنه وانتم طيبين. شايفين الفطيره بتاخد وتدي معايا ازاي؟ قاعده يعني لاخر واحده ما طقطقتش وقاعده زي ما هي ان شاء الله. هنرجع لكم بعد. يلا يا جماعه دي خلصنا الفطيره اخر مره. نضرب الفطيره ما بتاخدش وقت عشان العجينه لما قعدت حنت كده وطريت وبقت سهله الضرب. يعني لما تضرب على طول بتلكلك وما بتعرفيش تعجنيها ولا ما تعرفيش تفرطيها، تفضل قاعده مكعبشه وحالتها بالوين، لكن وتفرطي فيها تكش تاني. لكن لما يكون الفطيره واخده وقتها. هاي يا جماعه باذن الله ادينا باذن الله خلصنا الفطيره. بس خلي بالكم المكنه ما بتتغسلش لحسن حد يفتكر ان المكنه تتغسل يغسلها تبوظ. انا معايا حد قريبي غسلها فصصت كلها من بعضيها، ما ينفعش ان هي تتغسل. المكنه ما بتتغسلش عشان دي كلها حديد مش هتنفع تتغسل. خشب اي حاجه حاولوا تحركوهم من مكانهم عشان ما يتعجنوش. لما تحطوا تاني على بعضيه من غير ما تهويه كده، من غير ما يتفرفس كده يتعجن خساره. تيجي تكبهم تلقاهم عجينه. تتعب. وادي احفادي شايلين اللبن بيغلوا اللبن مقدم عشان المغرب قرب، والعيال جايبين اللبن وبيغلوه وبيجهزوا على بالة المغرب ما يدن ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ورمضان كريم على اجمعين. استنوني 5 دقايق وخلاص كلها مستويه، مع اعتبار مفيش غير الفطيره الفوقانيه دي بس. واستنوني لما انزل الحله وانا اوريها لكم. اهو يا حبايبي اديني جبت الحله نزلتها من على النار. اللهم صل على رسول الله مفلفسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا حبايبي اديكم اهو شوفوا مفلفل ازاي، مفيش عجينه مفيش حاجه. الله اكبر اهو ان شاء الله يا جماعه. الله اكبر اهو ان شاء الله زي الفل اهو. حتى اللي ماسكه عشان هي فيها دقيق فتحت. اللهم صل على النبي. يلا كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.